لو حسيت في مرة بحرقان جامد في جنبك وطلعت لك حبوب، ممكن تكون مصاب بالحزام الناري أو الهربس زوست، وبيبقى على شكل حزام حوالين جسم المريض ومش بيعدي الجنب التاني. ممكن يستمر الأيام أو أسابيع أو ممكن أكتر، وبيبقى منتشر أكتر في الأعمار اللي فوق 50 سنة. وهو بيأثر على الأعصاب وبيسبب وجع ممكن يفضل شهور. الحزام الناري بيكون ناتج إعادة نشاط فيروس كان ساكن في جسم المريض اسمه الفارسيلا زوست، وبيدخل لجسم المريض وهو طفل، وبيكون اسمه الجدير المائي أو التشيكن بوكس. المرض ممكن يفضل ساكن لمدة طويلة وبعدها ينشط تاني لو المريض مناعته قل أو أي سبب تاني. المهم الفيروس بينشط مرة تانية وبيعمل حزام الناري. المريض بيبدأ يحس بوجع في المنطقة اللي العصب ده بيغذيها، والألم بيستمر مع المريض فترة، وبعد كده بتظهر حبوب وطفح جلد أحمر على جنب واحد من الجسم وحساسية جامدة من اللمس، وممكن يصاحبه حرارة وإرهاق. في معظم الوقت كل اللي بتشوفه طفح جلدي ووجع جامد مع المريض. الحبوب بتستمر حوالي أسبوعين لثلاث أسابيع، وأوقات قليلة بتستمر أكتر من كده. وفي الغالب الحبوب دي بتروح من غير ما تسبب علامة، إلا لو كانت الطبقات العميقة من الجلد اتأثرت أو كان حصل عدوى بكتيرية ثانوية للحبوب. ساعتها ممكن تسبب علامة للشخص المصاب. والحبوب دي لو ظاهرة بتكون معدية في الوقت ده، بس هتعدي شخص أصلا ما جالوش جدري مائي، يعني ما حصلوش إصابة قبل كده أو ما خدش اللقاح بتاعه. ولو شخص جديد اتعدى هيجيله جدري مائي، وده ممكن يكون خطر شوية في البالغين أو الستات الحوامل أو الناس اللي عندهم نقص مناعة لأي سبب. الشخص اللي هيتصاب هيحصل له جدري مائي مش حزام ناري، لأن المرحلة الأولى من المرض هي جدري مائي. ومعظم الحالات ممكن تعدي من غير مشاكل، بس في حالات قليلة ممكن يحصل فيها مضاعفات زي التهاب في العين أو وجع مزمن، خصوصا لو المريض كبير في السن أو مناعته ضعيفة. ومعظم اللي هتشوفه هيكون طفح جلد شبه الحزام وألم جامد مع العيان. أكتر حالات الحزام الناري دي حالات مش خطر ومش بتعمل مشاكل. في معظم الوقت المرض ده بيعدي وبيخف لوحده، بس لو المريض عنده ألم جامد هيحتاج مسكنات ومضادات للفيروسات وكريمات عشان تهدي الجلد. المريض بياخد علاجه في البيت عادي وبيخلي باله عشان ما يعديش حد. خد بالك من نفسك، لو استفدت من الفيديو شاركه مع حد ممكن يكون محتاجه.